فين رجاء يا عزيزي؟ هنا اتفضل. رجاء احسان جه. احسان انت جيت الحمد لله. ازيك يا رجاء؟ انا دلوقتي بس حسيت اني بخير. عن اذنك يا احسان بيه، انا ما نمتش طول الليل. ليه يا رجاء؟ مفيش. لا اتكلمي. انا قعدت صاحيه منتظره انك تيجي في اي لحظه، وخصوصا بعد ما بعت لك عزيزه. على كل حال حصل خير، لكن ليه يا احسن اتاخرت عليا؟ اذا ما كانش يهمك صحتي لازم تهمك حياه ابننا. هيكون لنا ابن يا احسان، لازم يكون جميل لانه ثمره حب كبير وشريف. ما قلت ليش ايه اللي اخرك؟ مفيش. مالك يا احسان؟ سرح في ايه؟ لا ابدا. وشك متغير، ما انت زي عادتك. حصل حاجه؟ انا حاسه ان في حاجه، انت ما كنتش بتتاخر عليا بالشكل ده. في ايه يا احسان؟ مفيش يا رجاء، مفيش حاجه ابدا. طيب الدكتور عاوزنا نستريح الشهرين الباقيين. تقدري تستريحي، انا هعمل ترتيب كل حاجه. الله، انت وقفت ليه؟ رايح فين؟ اصل ايه؟ هتخرج بالسرعه دي وانا منتظرك طول الليل؟ ماما مستنياني تحت في العربيه. طيب ما جاتش وياك ليه؟ ما رضتش. انت قلت لها ان هخلف لك ولد، والولد ده هيبقى حفيدها. ايوه، اصلها مش مقتنعه. مش مقتنعه بايه؟ بجوازنا. شايفه انه ما كانش صح ان انا اتجوزك. ليه يا احسان؟ هو جوازنا يختلف عن اي جواز؟ ليه تحكم عليا من غير ما تشوفني؟ انا انسانه زيها، ليا قلب وشعور وعندي احساس بقيمتي الانسانيه. ايه الفرق اللي بيني وبينها؟ ارجوك يا رجاء ما تتكلميش في الموضوع ده. انا هبعت لك الفلوس اللي انت محتاجاها. بتقول تبعتها؟ قصدي هجيبها لك بكره. اورفوار. استنى يا احسان. ما اقدرش، ماما قاعده لوحدها. انا هجيلك بكره يا رجاء. احسان استنى يا احسان. طب استنى ما اشوف مين، يا رب يكون جوزك. اهلا وسهلا. فين اللي اسمها رجاء؟ حضرتك مين؟ انا ام احسان بيه. طيب اتفضلي استريحي، اتفضلي. انا مش فاضيه. فين رجاء؟ موجوده يا رجاء. ايوه دي الست ام احسان. سمعت كل حاجه. انا جايه اقول لك ان ابني اتجوز بنت ابراهيم باشا السعيد. إيه؟ وسافر هو ومراته يقضوا شهر العسل، وقال لي اوصل لك الامانه دي. في الحقيقه هم امانتين. نعم. لازم تعرفي ان انا جيت لك بنفسي علشان احنا ناس مش بتوع فضايح. الناس كلها عارفانا والجرايد كلها بتتكلم دايما عنا. انا جايبه لك بنفسي قسيمه الطلاق علشان تسيبي ابني في السر زي ما اتجوزتيه في السر. انا متاسفه يا هاني، انا ما اتجوزتش ابنك في السر، لانه جاب اخته وجوز اخته يوم ما جه يتجوزني. ده كذب. هتقولي ايه غير كده؟ اذا كنت متصوره انك تدخلي بيت الناس وتهنيهم في بيوتهم لمجرد انك من عيله عندها فلوس تبقي غلطانه. انا مستعده اصير لك احتقاري بوسائل كتيره وارد اهانتك باشد منها. انا